السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. احنا اكتر ناس محترفين في تاريخ الوطن العربي. ليه بتعمل ايه؟ بعمل انا عمري ما اخرت مرتب مدرب ولا لعيب كورة، ولا عمري لعيب راح اشتكاني. طب يا معلم، بس ده عادي يعني، ده طبيعي. لا، انت شوف الناس بتقول عليا ايه، ولا انت بس عايز تنتقدني وخلاص؟ لا يا حبيبي استنى، انا مش عايز انتقدك، انا معاك. بس هل ده الاحتراف؟ هو ده الاحتراف. شوف كل الناس، حتى الناس اللي في الانديه المنافسه بتقول عليا كده، والناس المنافسه ليا بتتكلم عليا ان انا اكتر حد محترف. بس انت فاهم غلط، عشان مش ده الاحتراف. الاحتراف حاجه تانية، حاجه تانية خالص. الاحتراف بنيان متكامل، ما ينفعش تاخد منه حته. يا سيدي سيبني في حالي بقى، سيبني اخد الحته اللي انا عايزها. انت عايز مني ايه؟ انا مش عايز حاجه. انا عايز ان احنا لما نقول حاجه ونعملها نعملها صح، نعملها كويس. ها، علشان كده النقاش اللي انا عملته ده هو ده اللي بيحصل. ده معتقد انه محترف، والتاني مفيش احتراف خالص وملوش علاقه بالاحتراف، يعرف الكلمه بس، وهما الاتنين قاعدين بيتخانقوا مع بعض. طب اهدى شويه، نفهمكم ونفهم مع بعض ايه الاحتراف. الاحتراف البنيان ده في حاجات اساسيه ما ينفعش تتجاوزها، ما ينفعش تتجاوز الرؤيه والاستراتيجيه، ما ينفعش تتجاهل التخطيط والتنظيم، ما ينفعش تتجاهل اتخاذ القرارات بحكمه ولازم تفهمها هي ايه، ما ينفعش تتجاهل التواصل الفعال مع كل اصحاب المصلحه، وما ينفعش برضو ما تبصش وتشيل عينك من على اداره الوقت والاهتمام باداره الوقت والالتزام بالمواعيد. ما ينفعش خالص انك ما تعملش فريق متماسك ومتكامل. وغلط كبير لو اتجاهلت وما بصيتش على انك تكون مرن مع المستجدات اللي بتحصل. والمحاسبة حاجة اساسية في الاحترافية، لكن المحاسبة ليها شروط لازم تراعيها. لازم طلباتك تكون منطقية علشان تحاسب على الطلبات دي بعد كده. خلونا مع بعض يلا نروح كده ونبص على الاحتراف. انا لما ببص على حال الكرة العربية دلوقتي، اندية واتحادات، بزعل، بتضايق، بحزن لحال الكرة العربية. اما اجي ابص على دوري زي الدوري المصري واتحاد الكرة في مصر، بقالنا 5 6 سنين كل سنة مش عارفين نخلص الدوري، مش عارفين. وكل سنة بيحصل الجدال والنقاش ان احنا هنلغي الدوري السنة دي، او هنلغي الكاس. يعني واحدة من المسابقتين المحليتين هيتلغوا. ليه؟ لان احنا مش عارفين، مزنوقين في الوقت. طيب ده ليه؟ ترجع لأول نقطة، مفيش رؤية، مفيش استراتيجية، مفيش تخطيط وتنظيم، مفيش التزام بالمواعيد. والالتزام بالمواعيد ده هنا مهم جدا. كاس مصر الموسم اللي فات اتلعب من غير النادي الاهلي. ليه؟ لان اتحاد الكوره راح انه يلغي كاس مصر. الشركات الراعيه طبعا عندهم حق، حاطين فلوس ودافعين فلوس، فقالوا لهم الكلام ده مش هيحصل والكلام ده ما ينفعش، فاضطروا يلعبوا البطوله من غير الاهلي، لان الاهلي كان عنده ارتباطات وكده فما قدرش يشارك في كاس مصر. كانت النتيجة ايه واللي حصل ايه؟ ان كاس مصر اتلعب من غير الاهلي وتعرض لخسائر اقتصادية كبيرة قوي، لانه غياب الاهلي عن اي بطولة في مصر وفي الوطن العربي، في عموم الوطن العربي، بيشكل خسائر اقتصادية كبيرة. طيب فين المشكلة؟ زي ما قلت، لا في رؤية ولا في استراتيجية ولا في تخطيط وتنظيم ولا في إدارة الوقت ولا في التزام بالمواعيد ولا في احترام للآخرين ولا في أي مرونة للتكيف مع المستجدات. يعني أنا المرونة هنا لما بتكلم مرونة في التكيف مع المستجدات، يعني أنت عندك حلول بديلة على طول. يعني أنت ما بتتفاجئش، يعني أنت حاسب كل حاجة، بتدير وقتك صح، بتحترم الآخرين صح، بتتخذ القرار بحكمة. اتخاذ القرار بحكمة ده بيعتمد على ايه؟ على التحليل السليم لكل البيانات اللي عندك كاتحاد كورة. انت بتحلل التحليل السليم فبتشتغل بشكل كويس. دي حاجة مهمة جدا بتكلم فيها. حاجة حصلت شبهها في البطولة العربية للأندية من سنة ونص أو سنتين اللي كانت في السعودية، برضو اتعملت. الأهلي ما راحش، فرق كتير راحت بفرق بالفريق الاحتياطي بتاعها، حاجات من دي. فالبطوله كانت ضعيفه جدا، كانت ضعيفه جدا، هزيله جدا. ليه؟ لان انت برضو ولا اي حاجه، يلا نعمل بطوله، عملنا بطوله. طيب انت اتكلمت مع الانديه، شفت الانديه ممكن تشارك ولا لا؟ بصيت، عملت الشغل بتاعك، كان عندك رؤيه معينه عايز تعمل بطوله عربيه للانديه علشانها، ولا بس انت علشان قطر عملت كاس عرب للمنتخبات ونجح فانت عايز تعمل كاس اللي هو البطوله العربيه للانديه؟ يعني كله مشهد عبثي، كله تحركات عبثية. المشكلة انه ده منقول عند الأندية. ليه؟ لأن الأندية
بيجيب مدير فني، اي نادي عربي بيجيب مدير فني، سواء جبت مدير فني محلي او مدير فني اجنبي. في الحالتين انت ما بتجيبش مدير فني عشان تيجي تحاسب المدير الفني، فبتدي له ايه؟ بتحقق له طلباته. انا حققت لك كل اللي انت عايزه، انا عملت لك كل اللي انت عايزه، وانا عايز منك 1 2 3 4. طبعا الطلبات لازم تكون منطقية، لازم تكون قابلة للقياس. المنطق اللي عندنا برضو في الطلبات من اي مدير فني سواء محلي او اجنبي، وهنا بتكلم في عموم الوطن العربي مش بتكلم في بلد بعينها. فكرة ايه؟ احنا عايزين كل البطولات. طبعا لما بيبقى مدير فني اجنبي بيضحك علينا. ليه؟ لانه هو بره فاهم في اوروبا ان هو الطلبات بتبقى ايه؟ ان انا اكون توب 4 مثلا عشان العب المسابقة القارية الشامبيونز ليج. فانت لو انت يعني تاخد الدوري، اضعف الايمان تكون في التوب 4 علشان ننافس. منطقي كلام كويس. طيب الطلب الثاني، الكاس هتحاول تلعب، البطوله القاريه هتوصلني دور الثمانيه على الاقل علشان المكاسب الاقتصاديه وكلام من ده. شايفين البنيان الاحتراف ده ازاي لما بيبقى كويس وبيبقى مبني صح بيبقى مفيد؟ حلو. احنا بقى عندنا هات مدير فني، انا ما ينفعش ادخل بطوله اخسر، انا عايز كل البطولات. ما ينفعش. طب ازاي يعني؟ ما الفرق بتتغلب عادي، ما هي الكوره كده والرياضه عامه كده. لا، احنا عايزين كل البطولات، احنا ما ينفعش نلعب بطوله نتغلبها. طيب الكلام ده يقوله الجمهور، انا بقبله من اي يعني، جمهور الاهلي، جمهور الترجي، جمهور الزمالك، جمهور الوداد، جمهور اي نادي، جمهور الرجاء، اي نادي انا بقبل الجمهور، اقبل منه الكلام ده. انا نفسي بقول الكلام ده يعني، انما مش هقبله من ادارات الانديه، لانه كده انتوا مش فاهمين، كده انتوا مش فاهمين. دي نقطه. النقطه الثانيه، انت ما بتحققش طلبات المدير الفني ده كويس وبتمشي اللي في دماغك. طب على اي اساس بتحاسبه بقى؟ ما هو انا بحط نفسي مكان المدير الفني. انا لو جيت النهارده وقلت انا مدير فني لاي فرقه عربيه وطلبت حاجات، طلبت لعيبه، طلبت معدات تدريب، اجهزه وحاجات كده وبتاع، طلبت انا الحاجات دي والنادي ما عمليش كده، او المنتخب اللي انا بضربه ما عمليش كده، فانا ما عرفتش اكسب. فانت ازاي بتيجي تحاسبني يعني؟ ما انت لما هتيجي تحاسبني هقولها لك ببساطه، انت ما حققتليش اللي انا عايزه. فقبل ما انت تحاسبني وتمشيني انا اللي همشي. ليه؟ لان انت ما اديتنيش الادوات اللي اقدر اكسب بيها. الطلبات اللي انا طلبتها عشان اكسب بيها انت ما حققتهاش كويس. علشان كده لما تيجوا تبصوا مثلا في الكره العالميه، روابط الانديه، عشان في روابط انديه حقيقيه بتعرف تحاسب، بيتم محاسبتها، وبتعرف هي تحاسب الانديه، وبيتم محاسبتها من اتحادات الكوره على اي خطا يحصل في تنظيم المسابقه المحليه اللي هو الدوري غالبا طبعا يعني، او مش غالبا، هو طبعا الدوري كويس. وهي بتعرف تحاسب اي تدخل من اتحاد الكوره في شغلها، او اي نادي يعمل اي تصرف يخلي الدنيا مش ما تمشيش كويس. حلو. ليه؟ لانه البنيان صح. طيب نيجي بقى للانديه بره، لما الفرقه بتتغلب كتير بيعرف يقعد يتكلم. يعني النهارده جوارديولا سيتي في ازمه، هيعرفوا يقعدوا يتكلموا معاه، احنا عملنا لك كل حاجه ما بتكسبش ليه؟ احنا كل اللي انت قلت عليه احنا عملناه، ما بتكسبش ليه؟ الفرقه منهاره كده ليه؟ فالقصه كلها قصه بنيان يتبني صح. احنا الخناقه كلها على ما فيش 2 قرع بيتخانقوا على مشط في الكره العربيه، كل واحد عايز يقول ان هو محترف. مفيش حد محترف، لان ده مش احتراف كويس. ده مش احتراف اللي بيحصل في الكره العربيه. طبعا ان شاء الله هكمل معاكم في الحلقات الجايه واتكلم معاكم اكتر في الموضوع ده. لسه عندنا التطوير المستمر، لسه استمرار التعلم والحرص على استمرار التعلم، كل حاجات دي هتكلم معاكم فيها في حلقات جايه. لو عجبكم موضوع الاحتراف وبنيان الاحتراف، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين. ربنا يحفظ فلسطين ويحفظ لبنان ويحفظ سوريا ويحفظ اليمن يا رب، يا رب يحفظ اليمن يا رب. ربنا يحفظ امهاتنا وابائنا، بناتنا واولادنا، اخواتنا واخواتنا. ربنا ينصر المقاومه الفلسطينيه ويسد رميها على كيان المرتزقه المجرم القاتل غصب الارض من 76 سنه. فلسطين واهلنا في فلسطين هم اطهر شرف الامه العربيه. كده اكون وصلت معاكم لاخر حلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى يكون الموضوع نال اعجابكم. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه وسلامته، على القاكم في حلقه جديده من ميدو والملاعب. عاش العرب، كل العرب، عاشت فلسطين حره عربيه ابيه.
بكل العرب ولكل العرب.